تساءل الكثيرون عن السر وراء الرسائل الرئاسية من الجزائر إلى الزعماء والرؤساء العرب، خاصة في هذه الظرفية الدولية والإقليمية التي تلت تحركا مغربيا مشبوها نحو دول الخليج على غرار قطر والإمارات. فبعد قطر تلقى الرئيس الجزائري رسالة خطية من نظيره التونسي قيس سعيد ساعات قليلة بعد الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس حركة البناء الوطني نحو جر تونس لتطبيع محتمل مع الكيان الصهيوني برعاية خليجية أو إماراتية، ليرسل بعدها الرئيس الجزائري تبون رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطرق فيها إلى القضايا العربية وما يحدث من تجاذبات أمنية وعسكرية في المنطقة وفقا لما كشف عنه الإعلام المصري. وفي نفس اليوم بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان أياما قليلة بعد تداول اسم الإمارات في مخطط مشبوه لضرب استقرار الجزائر وزعزعة أمنها عبر وسائل إعلام جزائرية، لتثير تحركات الدبلوماسية الجزائرية الكثير من الأسئلة عن سر تحركات الرئيس الجزائري المفاجئة مع قوى باتت تشكل نقطة تحول في المنطقة العربية. وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، فقد تسلم الرسالة نائب رئيس الدولة منصور بن زايد النهيان لدى استقباله سفير الجزائر عمر فريتح. وبحث المسؤول الإماراتي مع السفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم خلال هذا اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر ذاته: هذا وورد اسم الإمارات كثيرا لدى وسائل إعلام جزائرية ودولية بقيادتها ورعايتها مخطط تطبيع لدول عربية على غرار تونس وموريتانيا مع الكيان الصهيوني، وهذا لعزل الجزائر، وكذلك تورطها في مخططات عسكرية وأمنية في منطقة الساحل بتمويل جماعات معادية لحكومات المنطقة من خلال تمويل خفي تحت مطية المساعدات الإنسانية وفقا لما كشفته تقارير دولية متطابقة. من جهته يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من وراء الرسائل الرئاسية تقريب وجهات نظر القادة والزعماء العرب حول العديد من المسائل التي تهم البيت العربي والإقليمي والدولي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والأجندات المشبوهة. كما يسعى الرئيس تبون قيادة قاطرة القطار العربي رفقة نظرائه العرب إلى بر الأمان وتحييده عن الميل لقوة على حساب قوة، وهذا وفقا للمصالح العربية المشتركة والتحديات والتهديدات التي تواجه منطقتنا العربية.